السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. جبت لكم اليوم هذه الوصفه تاع الصابلي بذوق الكراميل والكاوكاو محشي بالطوفيا كراميل او النسلي كراميل. يجي بنين وهشيش وطري، يعني الاعياد ولا المناسبات تحمروا به وجهكم. واهم حاجه انه قلت لكم الطراوه تاعه وهذيك الحشوه تاع الكراميل ولا الطوفيا كراميل هي اللي غادي تزيده بنا وتزيد اطريهن. شوفوا الشكل تاعه كيفاش يجي شباب، ومام الشوكولا درتها تاني بلون الكراميل، يعني كل شيء راه هنايا بذوق الكراميل. تبعوا الفيديو للاخير باش تنجحوا في الوصفه. قبل ما نبداو في الوصفه نقول لكم ما تنسوليش غير جيم لا فيديو ونبداو على بركه الله. هنا اول حاجه المقادير تاع العجينه تاع الصابلي تاعنا. نحتاج ورطل تاع دهان اللي يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ماشي في الفريجيدير. انا ندير كميه كبيره، وزدت معاه القرصه تاع الملح، وزدت معاه هنايا كاس تاع سكر ناعم مانيش معمرتها غير شويه. وعندنا تاني حبه تاع البيض كامله كما راكم تشوفوا، وصفار بيضتين. يعني الوصفه في الرطل نحتاجو حبه كومبلي وزوج صفار بيض. ونحتاجو كيما قلت لكم بما انه ذوقها الكراميل نحتاجو تاني عطر الكراميل، يعني ما غاديش ندير لافاني، غادي ندير لاغوم تاع الكراميل. يعني غادي تعطينا الذوق واللون لاباط تاعنا باش يجينا رايحه لهذيك داك اللون تاع الكراميل. ونبقاو نخلطوا في دوك المكونات هنا غير باليد، يعني السكر والدهان والبيض، نخلطوهم حتى لي ينسجمونا المكونات ويولينا هذاك الدهان كيما البوماد. نخلطو هنايا مليح حتى لي يتغير اللون تاع العجينه تاعنا. هنايا غادي نزيدو زوج مغارف تاع طوفيا كراميل في الحشوه تاعنا. على بها قلت لكم الكاس تاع السكر ما عمرتهاش بزاف. زوج مغارف تاع طوفيا كراميل. ونحتاجو تاني نصف كاس تاع كاوكاو كنت طحنته، نطحنوه رقيق الشيرات باه غادي نديروه في لاباط. وندخلو هذاك الطوفيا والكاوكاو مع الدهان والسكر والبيض، ونبقاو نخلطو غير باليد حتى ينسجمون المكونات. وهنايا غادي نزيدو حوالي واحد زوج مغارف تاع مايزينا، ما نكثروش المايزينا، زوج مغارف يكفوا. وندخلوها تاني مع المكونات تاعنا. وهنا بقاو لي غير النواشف يعني الفارينه. نبدا نضيف في الفارينه غير بالتدريج، ونديرو في الرطل تاع دهان نديرو كيس واحد تاع خميره كيميائيه. الا درتو نصف العبر يعني نص رطل نديرو نصف كيس تاع خميره كيميائيه. نديرو هذاك الكيس تاع خميره كيميائيه اللي قلت لكم عليه، ونبقاو نضيفو في الفارينه هنايا غير بالتدريج حتى اللي تنجمع لنا العجينه تاعنا، يعني ما نيبسوهاش بزاف وما نخلوهاش تاني اطريه. انا غادي نقعد معكم في لا فيديو باش نوري لكم القوام تاع العجينه اللي نتحصلوا عليه. غادي نضيف فرينه غير بالتدريج ونبقاو نجمعوا. هنايا هايدي العجينه تاعي بعد ما نجمعت لي. شوفوا كيف راهي طريه، شوفوا الطراوه تاعها كي راهي مليحه، يعني غير نشوفوها نجمعت. انا وقفوا الفرينه هنايا غطيتها خليتها غير واحد 5 مينوت ولا، وجيت نورقها. جبت هنايا ساشي ونبدو نورقوا في العجينه تاعنا. السمك واحد 3 ولا 4 ملم يكفي. ونجيبون هنايا هذا الطابع تاع المثلث كنت ديجا درت لكم به، يعطي شكل شباب. ونبداو نطبعوه في العجينه تاعنا. شوفوا السمك تاع العجينه كيفاش راه، ونحطوها في البلا يعني طريقه سهله. شوفوا اللون تاع العجينه كيفاش راه قاعد هذاك اللون تاع الكراميل، ماشي كيما موالف نديرو الصابلي يقعد لنا ابيض. هذا هو اللون اللي كنت نحوس عليه، يعني هذاك الكاوكاو وهذيك الطوفيا كراميل وهذاك عطر الكراميل هو اللي غادي يخلي هذيك اللون تاع العجينه بهذا الشكل. انا غادي نطبع هنا كاع الحبات تاعي ونديرهم في البلا كيما راكم تشوفوا، وندخلوهم في الفرن يطيبونا من تحت ويدونا غير تحميره غير خفيفه من الفوق حتى اللي تنشفنا لاباط ونخرجوهم. هنا بجهه جيت نوجد كريمه الزبده اللي كنت درتها معكم شحال من مره. هنا نحتاجو 100 غرام تاع دهان اللي هي زوج مغارف، نزيدوا لها كاس تاع سكر ناعم اللي هو تاني 100 غرام، ونزيدوا زوج مغارف تاع الزيت. وغادي نزيد تاني عطر الكراميل، قلت لكم كل شيء غادي ندير هنا بعطر الكراميل. نزيدو تاني كميه مليحه ونخلطو هنايا بالباتر حتى لي الكريمه تاعنا تولينا بيضه وتطلع لنا كيما نقولوا. انا غادي نبقى نخلط فيها حتى لي تتكاتف لنا. شوفوا هنايا بعد ما تخلطت لي وبياضت لي
وتكاتفت لي الكريمه تاعي. هنا راهي واجده، ما بقى لي غير نديرها في لابوش ونجي باش نخدم معاكم. هنا ها هو الصابلي بعد ما طاب لي كما قلت لكم غادي يتحمر لنا شويه من تحت وشويه من الفوق. هذا هو اللون تاع الطياب تاعه، يعني ما تزيدوش اكثر من هكا وما تخلوش ابيض خضر. شوفوا يتحمر لانه فيه الكراميل في العجينه، على هذيك يتحمر لكم شويه من تحت. وهنا جينا باش نديرو هذيك المونطاج تاع الحلوى تاعنا. درت الكريمه في لابوش ونبقاو نديرو في الحواف بهذه الطريقه سهله. هنا الحلوى بعد ما بردت لي جيت نخدم فيها. نديرو الكريمه كما قلت لكم في لابوش باه تسهل عليا الخدمه، ونبقاو نديرو في الاطراف تاع الحبه بهذه الطريقه السهله. غير كيما هاك. وخليت الوسط فارغ لانه غادي نعمره كيما قلت لكم. الصابلي تاع اليوم غادي نديره محشي، غادي في داك الوسط اللي خليته غادي نديرو الطوفيع كراميل. نديرو كميه في الوسط، في كل حبه نديرو كميه في الوسط بهذه الطريقه. غير هكا نديرو في الوسط كل حبه كميه مليحه، يعني نص مغرف ولا تكفي كيما كنتو تشوفوا فيها ندير. وهنايا نبلع الحبات تاوعي ونديرو نوصلوا الزبده يعني في كاع الاطراف الا كانت مخصوصه حتى اللي تتبلع لي كاع الحبه وتجيني متحوفه. انا هنا غادي نبلع كاع الحبات تاوعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها نديرها، ونخلوهم تاني يبردوا باش نجو نديرو لهم الكلاصاج. يعني وين ما تشوفوا ما كايناش الكريمه نزيدو، يعني والطوفيه ما غاديش تخرج لانه راهي في الوسط ما تخافوش. ونبقاو نكملوا في كاع دوك الحبات ونخلوهم يبردوا بجيه، بعد كنجيو نديرو لهم الكلاصاج تاعنا. وهنايا جينا نخدموا الكلاصاج كيما قلت لكم. ذوبت انا هنايا واحد 300 غرام تاع الشوكولا دادا البيضاء تاع يعني الشوكولا البيضاء. انا غادي قلت لكم نحوس على داك اللون الكراميل، وكنت مذوبه ثاني شويه تاع الشوكولا بالحليب، ونبقاو نضيفو هنايا بالشوكولا بالحليب غير بشويه حتى لين نتحصلوا على اللون. يعني راكم تشوفوا فيها ندير بديك المغرفه الصغيره، يعني باش نتحصل على اللون اللي راني باغيته نبقى نضيف غير بشويه. درت الاولى مغرف صغيره وزدت ثاني هذيك الشويه اللي كتشوفوا فيها. هنا كيشوفوا داك اللون تاع الكراميل هذاك هو نوقفوا الشوكولا بالحليب. يعني درت حوالي واحد 2 مغارف صغار في 300 غرام. وهنا غادي نضيفوا ثاني مغرف كبيره تاع الزيت، منها تعطينا لمعان للشوكولا تاعنا، ومنها ثاني باش تولي لنا خفيفه وتقلاصينا كميه كبيره. وهنا بعد ما نشفونا الحبات تاعنا وجينا نقلاصوهم بهذاك الشوكولا، يعني وهي حاميه نبدو نقلاصو فيهم. نديروا الكلاصاج في كاع الحبه في كاع الاطراف، يعني نقلاصوها بهذه الطريقه ونحطوها في البابي كويسون تنشف لنا مليح. انا غادي نقلاصي كاع الحبات تاعي بنفس الطريقه. كل ما تشوفوا الشوكولا عقدت لكم نعاودوا نردوها تحمى شويه، وراني مخليه الحمام المائي تحتها، يعني ما غاديش تجمد لي تمتم. كيما ذوبتها خليت هذاك الكاسرول تحتها باش ما تجمدليش بسرعه. انا هنا بعد ما قلاصيت هاد الحبات غادي ندير تزيين خفيف. حطيت هنايا حبات تاع كاوكاو كنت حالتهم في الوسط ونديرهم في الوسط كيما راكو تشوفوا. هنايا تزيين اختياري، اللي عندها بندق دير بندق، اللي عندها اللوز دير لوز، اللي موجود عندكم نديروه في الحلوى تاعنا بهذه الطريقه، يعني تزيين خفيف. وهنا هاي دي الحلوى تاعنا بعد ما نشفت لي وديكوريتها كيما راكم تشوفوا. هنا هنا راه يبان لكم اللون مليح، قبيله كانت الاضاءه شويه قاويه، يعني دالي هذاك اللون تاع الكراميل وغير دوك الحبه تاع الكاوكاو وزينوها. نتمنى هذه الوصفه تجربوها هذه المره وتخلوا لي رايكم في التعليقات، راهي ناجحه بزاف بزاف وتجي بنينه وتجي حلوه ومحشيه بهذاك الكراميل اللي قلت لكم غادي يزيدها بنه وبنه. واهم حاجه انها طريه تذوب في الفم، يعني تحمر لكم وجهكم في ضيافكم ولا في عراسكم ولا في مناسباتكم. شوفوا كيفاش تجي اطريه وتتفتت غير وحدها.
هنايا وصلنا لنهاية لا فيديو حباباتي، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر، وما تنسونيش باللايك والاشتراك والتعليقات الشاوبات تاعكم لاني نقراهم واحد بواحد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر. سلام.